ثمن قدوس، جهم بخش، مهدي قائدي، مهدي طارمي وسردار أزمونة المنتخب الإيراني بهذه المباراة. لكن ماذا عن المنتخب العربي السوري في مواجهة الليلة؟ بحراسة المرمى أحمد مدنية بالإضافة إلى مؤيد العجال بورتو وهداف المنتخب الإيراني حتى الآن في هذه المجانب. المنتخب الإيراني مهدي قائدي، السقوط على أرضية الملعب وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. يبدو أنه حكم المباراة كيم جونغ هيوك. لعب طويلة في الأمام، المحاول المرور، المنتخب السوري ممتاز في مدنية تألق في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية كفاه حكم المباراة اللي أشار إلى وجود راية وتسلل في اللقطة الأخيرة. المنتخب الإيراني أحمد مدنية تألق في المرة الأولى، وفي المرة الثانية التسديدة كانت إلى خارج أرضية الملعب. على مركز العمليات في هذه المباراة أمير قلعة نوعي اللي لم يستقر على تشكيله في هذه البطولة. التراجع من الجانب السوري، الكرة من الطرف الأيمن، ركلة ركنية أولى في المباراة اللعبت لمنطقة منتصف الملعب. رامين يلعب كرة طويلة، لكن المنتخبين كانت في مرحلة المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي، لكن هذه المباراة لا تقبل أي نتيجة من التعادل. من ينتصر في النهاية؟ المنتخب الإيراني الذي يبدأ مهاجما في الأول. الكرة تلعب إلى منطقة الجزاء، العرضية لكسر الرقم المسجل باسم جواد نيكونام. الكرة فيها راية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هذه الأرقام المهمة في المباراة. الكرة فيها صافرة مخالفة إلى رمضان يلعب كرة داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمين، انطلاقة للمنتخب السوري خطيرة، تمريرة واصلة في منطقة الجزاء، السقوط لكن ما فيها شيء، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سرد الكثير من عناصر المنتخب الإيراني في منطقة الجزر لإحسان حجي صيفي يلعب كرة، السقوط مخالفة، ركلة حرة مباشرة لسامان قدوس. في شوط المباراة الأول كرة اللعب، لكن تقدم فيه إلى منتصف الملعب. كل لاعبي المنتخب السوري متراجعين وتسديدة، أحمد مدنية تألق. الله يا أحمد مدنية أبعد كرة مهدي قائديان، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. شوف الكرة، مهدي سدد كرة، التصدي من أحمد مدنية أبعدها إلى خارج ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، الإبعاد من المدافعين، التسديدة. الله يا مدنية، الله يا أحمد مدنية على مرتين بكل شجاعة وبكل بسالة يقف من أمام المنتخب لتبقى هنا باتجاه جهم بخش. يلعب كرة عرضية في منه، حجم الضغط الكبير جدا للمنتخب على المستوى الهجومي بالنسبة للمنتخب الإيراني. ومهدي قائدي يصل إلى منطقة الجزاء. هذه كانت خطرة بالفعل من المنتخب الإيراني، لكنها عدت بسلام للمهاجم الكبير علي داعي. الكرة فيها سقوط بمنطقة الجزاء وصافرة. القرار جاء من كيم جونغ هيوك بركلة جزاء. المنتخب الإيراني الذي سعى بكل الكرات المتحركة يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. مهدي من تسجيل أول. إيران تتقدم بأول أهدافها في المباراة عبر مهدي طارمي، ليتمكن الآن من تسجيل أول أهداف المباراة وثالث أهدافها في البطولة. مخالفة، ركلة حرة مباشرة بعد حالة الارتطام بين التمريرة واصلة باتجاه خليل الياس وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة على المنتخب السوري. التقدم، مهدي يستعرض مهارة الفردية العالية، المرور بالكرة للأمام، تعود الكرة من جانب المنتخب اليسول إلى منطقة الجزاء. هذه كرة خطيرة، أحمد مدنية برافو، وثم الدفاع تمكن من إبعادها. الكرة على ما يبدو ما فيها تسلل، كانت خطيرة، كانت في منطقة الجزاء. العرضية والراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه خطيرة، الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى اللعب، عرضية لمنطقة الجزاء. الكرة مقطوعة واللاعبين في المباراة. الكرة المنتخب الإيراني إلى منطقة اللعبة وفرصة قائمة. إيران عندها كرة والتسديدة، يا سلام يا أحمد مدنية، الله يا أحول. والانطلاقة لإيران في الجهة اليسار، العرض، الكرة اللعب للمنتخب السوري، التمريرة إلى الأمام لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. على ما يبدو في قرار، لكن ما هو القرار من حكم المباراة؟ راية والتسلل. بابلو صباغ
اللي كان في الكرات سردار، وتسديدة مقطوعة ترجع مرة أخرى، تسديدة من بعيد والكرة إلى خارج أرضية الملعب من سعيد عزة الله. الكرة اللعب كذلك سامان قدوس. المنتخب الإيراني عنده فرصة من الجهة اليمين، المحاولة إلى عرضية داخل منطقة والانطلاقة، تمريرة تعود في الخلف، التسديدة أحمد مدنية إذا كانت بالجهة اليمين لإيران، عرضية. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضي من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا الهموم وأن تشرح لنا الصدور، ونجنا يا مولانا من طوارق الشر بالليل والنهار، وارزقنا صحبة الأنقياء والأبرار، وباعد بيننا وبين المنافقين، واجعل صحبتنا مع عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين.